منتخب مصر يتعادل مع منتخب اسبانيا بدون اهداف. منتخب مصر يتعادل مع منتخب اسبانيا الاول عالميا. حسام حسن لتاني مرة على التوالي يثبت فشل يستروب. 6 أهلي في كل شوط مع منتخب مصر. 6 أهلي ولا أجمل ولا أروع من كده. نقطة واستفهام وعلامة تعجب على أداء لاعيبة الأهلي مع منتخب مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بيكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. زي ما تعودتوا في قناتنا اللي احنا دايما بنحلل بطريقة مختلفة عن الآخرين، وزي ما قلت لكم اللي كرة القدم ماهش تكتيك بس، اللي كرة القدم ماهش مهارة بس. كرة القدم لو تكتيك ومهارة منتخب اسبانيا النهارده يفوز بدستة اهداف على منتخب مصر، ولكن اللعبة الجماعية الوحيدة اللي فيها شذوذ عن القاعدة هي كرة القدم. كرة القدم دايما محيرة الدنيا بحالها معاها. كرة القدم محيرة الجماهير ومحيرة الملايين ومحيرة النقاد والمدربين محيرة كل طوائف الشعوب. ليه؟ لأنها لعبة بلا منطق. منطقها غريب. مش لازم عشان انت الأحسن تفوز، وممكن تبقى انت الأوحش وتكسب وتبقى الأحلى وتنغلب. ملهاش منطق. ولكن 11 ضد 11، 11 راجل ضد 11 راجل، وده اللي بيعمله حسام حسن. حسام حسن هو بيشغل الزمبلك على القوة وعلى الإرادة وعلى الحماسة وعلى الرجولة وعلى الروح القتالية. احنا رجالة. بيوقف لاعيبته صح في الملعب مع اللي هو بينشط دوافعهم وبيحفزهم اللي هم يبقوا رجالة في الملعب مع انضباط تكتيكي. بيكون ده أداء منتخب مصر في السعودية 4-0 النهاردة قدام أسبانيا. انت طالع الشوط الأول استحواذ 50-50. كان لك كورتين، واحدة لمهند لاشين، الراجل لو كان لعبها أسرع أو لعبها عالية كانت دخلت. مرموش لولا القائم كانت دخلت. واستحواذ 50-50 للفرقتين. الشوط الثاني أنا معاك اللي أنت انضغطت. الراجل طلع لمال، وعشان الإصابة بتاعته مش أكتر من كده بيريحه، وينزل كل نجومه كل قوته. ولكن صمدت الدفاعات المصرية ضد صواريخ وطيارات والمدافع بعيدة المدى وقريبة المدى والطائرات المسيرة الأسبانية. النهاردة مصطفى شوبير ودفاع منتخب مصر ولاعيبة منتخب مصر كلها أثبتت اللي هي رجالة قدام فريق أسبانيا. النهاردة كان ينقصنا شيء وحيد. عملنا كل حاجة في الدفاع. لعبنا على مفاتيح لعبهم. مصطفى شوبير مان اوف ذا ماتش. مفيش اجمل ولا اروع من كده. والله حاجة حلوة انت تلعب في اي فرقة في العالم كله. محمد هاني النهاردة جميل. ياسر ابراهيم راجل. حمدي فتحي حلو، بس الكارت الاحمر ملوش لازمة لان ده انت تخسر فرقتك كتير. فتوح ولا اجمل ولا اروع من كده. مهند لاشين ومروان عطية جمال. زيزو على اليمين وإمام عاشور في نص الملعب ومرموش قدام. ايه الجمال ده. وإسلام عيسى اللي طلع مصاب ربنا يطمنا عليه. مفيش أجمل من كده. ولكن بالأداء الحلو الجميل ده لازم نصدق حاجة بقى يا جماعة. الثلث الهجومي. صدقوا اللي انت لعيبة كبيرة. صدقوا اللي انتوا هتروحوا تجيبوا جول في اسبانيا او اي فرقة تانية. زي ما عملتوا شوط حلو 45 دقيقة ومنعتوا اللي اسبانيا تيجي فيكم جون. كان فاضل ان انتوا تصدقوا ان انتوا تقدروا تفوزوا على اسبانيا. ويا ريت حسام حسن في المباراة اللي بعد كده يتك على الحتة دي شوية مع اللعيبة. يا جماعة احنا قادرين.
يا جماعه احنا لازم يبقى لنا تواجد في نص ملعب الخصم مهما كان اسمه. انهزموا ما يهمكوش، بس اعملوا اللي عليكم. العبوا كرة حلوة، بس اعملوا اللي عليكم، اعملوا اللي عليكم. وفي الاخر احنا هنسقف لكم. ادائكم حلو وادائكم عاجبنا وكل حاجة حلوة، وان شاء الله هتشرفونا في كأس العالم. آه، مهم قوي اللي في وسط الحاجات الحلوة ديت اللي احنا في حاجات لازم بتبقى سلبيات ولازم نعالجها في القناة بتاعتنا. امام عاشور بقاله يعني من بعد افريقيا وهو ما هوش كويس، وماتش السعوديه اللي فات وماتش اسبانيا برضه مش كويس. في حاجه غلط في امام عاشور. امام عاشور لياقته البدنيه مش كويسه، وده مأثر على ادائه الفني. يا ريت الجهاز الفني لمنتخب مصر يعالج الموضوع ده، والجهاز الفني للنادي الاهلي في عوده الدوري ياخد باله من الموضوع ده. زي ما اتفقنا اللي احنا في اخر كل مباراه اللي احنا بندي درجات وبنقيم اداء لعيبه منتخب مصر. مصطفى شوبير 10، محمد هاني 8، ياسر ابراهيم 7، حمدي فتحي 6، احمد فتوح 7، مروان عطيه 8، مهند لاشين 7، زيزو 6، امام عاشور 3، اسلام عيسى 6، عمر مرموش 6، محمود صابر 4، حسام عبد المجيد 5، حسام حسن 10. لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.